السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. افضل زيت تحطه للموتوسيكل بتاعك وتبقى مطمن، خصوصا في الجو النار اللي احنا فيه ده. للاسف ناس كتير جدا بتشتكي من الزيوت، خصوصا ان السوق اتملى زيوت مضروبه. طب اعمل ايه؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. في الفيديو ده طبعا اتكلمنا في الموضوع ده كتير قبل كده، ولكن في ناس كتير جدا طلبت مني فيديو جديد عن الزيت، وطبعا ما اقدرش اتاخر عنكم، خصوصا ان انا كنت ناوي اعمل شروحات في الموتوسيكلات، لكن هنخش في موضوع الزيت عشان فعلا جالي حاجات تصدم. موتوسيكلات زيرو وعايز تعمر ليه؟ الراجل الطيب الله يبارك له حاطط لي زيت مضروب. فيا حبيب قلبي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وركز في كل كلمه هتتقال. خساره ترمي فلوسك في الارض وما تسترخصش وما تجيبش من اي مكان. طيب افضل زيت احطه ايه؟ انا مش مسوق، وانتوا عارفين ان انا ما بسوقش المنتج بعينه. حتى لو حد جالي قال لي لو سمحت انا عايز اسوق المنتج ده عندك علشان الناس مثلا بتصف في كلمتك او الكلام ده، لازم اتاكد ان المنتج فعلا يستحق ان انا اديه للناس، لان الناس بتثق في كلمتي. فانا ما ينفعش ادي لك المنتج ده ويطلع مش في مشكله، لان انت هتاخده بناء عليا، فانا اللي هتحاسب قدام ربنا على الكلمه اللي هقولها. فلازم يكون مضمونه 100 100 وانا مجربه على مكانتي، تمام؟ مره واثنين وثلاثه. طيب افضل زيت ايه؟ انسى اي حد يقول لك اسم شركه بعينها، ده نصيحه لله. ليه؟ الزيوت عندي 3 انواع طبعا عارفينهم: تخليقي، نص تخليقي، معدني. يا عم ما ده اللي احنا بنسمعه على طول، بس احنا مش فاهمين يعني ايه اصلا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. تخليقي اي مخلق مصنع، جاي من اسمه. تخليقي يعني واحد عامله، واحد خلقه، واحد مصنعه، مش طالع من الارض، لا ده مواد كيميائيه محطوطه على بعضها ومتحضره في معمل كيميائي، جابوه عملوا شويه مواد حطوها على بعض، طلع زيت بمواصفات معينه، يتحمل درجه حراره معينه، يتحمل احتجاج معين، يتحمل عدد دورات ار بي ام معينه، يتحمل سرعه معينه، الكلام ده كله. فهم عارفين الكلام ده كله وبيكتبوا عليه طبعا بزياده. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اجيب زيت مكتوب عليه 7000 امشي 7000، لا ما ينفعش. وحتى لو ينفع، واحده حتى الزيت لو ينفع مكتوب 7000 يمشي 7000، يبقى هيمشي في عربيه. ليه؟ لان دورات الموتور بتاع العربيه اقل من الموتوسيكل، ودي معلومه لازم تفهمها. موتور الموتوسيكل اسرع من موتور العربيه. الار بي ام في الموتوسيكل ممكن يوصل معاك لكام؟ ل 10 و11، يعني الموتور ممكن يلف 11000 دوره في الدقيقه. العربيه مستحيل تعمل كده. العربيه لو جابت 4000 او 4.5 ار بي ام او 4، يعني 4000 او 4000 ونص ار بي ام، السرعه بتاعتها بتبقى على 130 140. لكن انت عندك الار بي ام لو وصل 10 انت بتبقى لسه ماشي على 120. فهمتني؟ فالعربيه غير الموتوسيكل، لان العربيه لها تصميم وديزاين والموتور كبير وبساتم نازله وطالعه واربع سلندر، انت عندك واحد يتيم غلبان، فلازم تاخد بالك من النقطه دي. يبقى احتكاكه اعلى، سرعته اعلى، حرارته اعلى، فالزيت مش هيتحمل زي اللي مكتوب عليه. اللي مكتوب عليه ده للعربيات او الموتوسيكلات الريس اللي هي تبريد ميه، 4 سلندر، الار بي ام واطي، فلازم تاخد بالك من النقطه دي كويس جدا. يبقى ده اول نقطه لازم تركز فيها. الزيت ما فيش زيت في مصر بيمشي 2000 كيلو في موتوسيكل واحد بيستم شعبي، ده مستحيل عن تجربه شخصيه. يا عم انا بجيب مثلا ال 700 او الريبسول او الكلام ده مش عليه 2000 ونص و3000، انا عارف، وهتعمر بسرعه وبتسمع اصوات بسرعه. ليه؟ لان الزيت بيتحرق بسرعه. الا اذا ما كنتش شغال بالموتوسيكل، كان شغلك كله بالموتوسيكل ايه؟ توصيلات، مشاوير بيت، مش عارف ايه، يعني بتحرق في اليوم مثلا هنقول 15 20 50 كيلو، 100 كيلو بس متقطع، 10 في 10 في 5 في 15 في الكلام ده، فالموضوع سهل. لكن واحد بيمشي 100 كيلو متواصل، 200 كيلو متواصل على الموتوسيكل، ده اسمه حرق زيت، تمام؟ فالموتوسيكل فالزيت مستحيل يمشي معاك 2000 كيلو، مستحيل. انا بقول لك عن تجربه شخصيه عمليه، يعني مفيش احسن من العملي. النظر ده انا معاك، ولكن العملي مفيش احسن منه. يبقى التخليقي زيت مخلق في معامل يعني ينصح بيه طبعا في الموتوسيكلات الريس وفي اي موتوسيكلات، ولكن سعره عالي شويتين. في حاجه اسمها نص تخليقي، يعني ايه؟ جابوا شويه من على الارض من المعدني وشويه من التخليق وحطوهم على بعض فطلع بمواصفات اقل شويه. في معدني ده اللي هو طلع من الارض، اتصفى في مصافي
معامل البترول والكلام ده، وطلع حصل له شويه تنقيه وتصفيه واضافات خفيفه، وطلعه لك في ايه؟ في الزيوت. طبعا المعدني له نوعين، حاجه اسمها فورتي وحاجه عاده. تمام؟ الفورتي ده بتاع الموتوسيكلات عشان ورق الدبرياج والحراره والاحتكاك. العاده في منه نوعين، اللي هو ثنائي واحادي. الاحادي بتاع الديزل، الناس اللي بتغلط وتحط احادي اللي هو مكتوب عليه 50 يقول لك ده تقيل، ده مخلي صوت المكنه مكتوم. انا معاك، هو هيكتم صوت المكنه، هيكتمها لغايه ما تقف مره واحده. تمام؟ فهتقلل العمر الافتراضي للموتور، الا اذا كنت انت من الريف برضه ما بتحرقش زيت فمش فارقه معاك. تمام؟ لكن الناس اللي بتحرق هيفرق معاها. طيب الثنائي اللي هو هتلاقي مكتوب عليه 20 50 ثنائي، ده بتاع بنزين بس بتاع عربيات، مش بتاع ايه؟ مش بتاع موتوسيكلات. الموتوسيكلات لازم يكون ثنائي 4T. تمام؟ عشان الحراره وعشان تسارع الموتور وعشان ورق الدبرياج، لان موتور العربيه مفيش فيه ورق دبرياج، في ديسك واسطوانه خارج الموتور. تمام؟ يبقى لازم تاخد بالك من النقطه دي. يبقى انا قلت لك انواع الزيوت اللي موجوده عندك: احادي ده بتاع ديزل، ثنائي بدون 4T ده بتاع عربيات بنزين، ثنائي 4T معدني ده بتاع موتوسيكلات، ثنائي 4T نص تخليقي بتاع موتوسيكلات اعلى شويه. تمام؟ طيب ثنائي تخليقي 4T كامل ده بتاع موتوسيكلات بقى ريسنج واي موتوسيكلات. بس الزيوت، خد بقى القاعده دي قاعده عامه. الزيت المعدني نصيحه لله في الصيف من 500 ل 600، في الشتاء من 700 ل 800. لو انت بتقرص على المكنه، لو بتقرص اقل شيء مشيك في اليوم من 50 ل 100 كيلو. تمام؟ النص تخليقي من 1000 ل 1500 الشتاء، وفي الصيف من 700 ل 1200. التخليقي في الصيف من 1000 ل 1000 ونص، في الشتاء من 1000 ونص ل 2000. هتمشي المكنه حرير، المكنه بص هتدعي لك. انا بفضل في الصيف او في الشتاء المعدني او النص تخليقي عشان المصاريف، وفي نفس الوقت يبقى افضل زيت ايه؟ شوف بقى، احنا كده فهمنا انواع الزيوت، حلو قوي. طب افضل زيت فيهم زي ما انا قلت لك كده، افضل زيت هو اضمن زيت. يعني ايه؟ يعني اعرف ان انت لو جبت اعلى زيت في العالم بس من مصدر مش موثوق فيه من تحت السلم، اعرف ان الموتور هيعمر في نفس اليوم. يبقى انا اهم حاجه عندي في الزيت مش اسمه، مش شركته. الناس يقول لك ايه، انا بحط انضف زيت في مصر. يا حبيب قلبي ده مش انضف زيت. انضف زيت يكون انت جايبه من مصدر موثوق منه، زي ايه؟ التوكيل الرئيسي او بنزينه معتمده تبع التوكيل. ولما افتح الزيت هتلاقي فيها باركود، اخش بالباركود بتاع التليفون على الباركود بتاع الزيت، وصلني للشركه، ده مضمون. ما وصلنيش بلاش منه، ده مضروب. تمام؟ يبقى انا انقي مصدر الزيت. ليه؟ لان مصدر الزيت هيعرفني الزيت ده مظبوط ولا مضروب. ده ايه؟ 1. 2. لزوجة الزيت ما ينفعش اقول افضل زيت 10-40. يا حبيب قلبي 10-40 ازاي والموتوسيكل بتاعك شعبي بوكسر او TVS مكتوب اصلا 20-50 في الكتالوج؟ فهمتني؟ طب في احيانا بيجي لي واحد يقول لك ايه، انا والله جايب موتوسيكل جديد الكتالوج مكتوب 15-40، هات 10-40. طب والله مكتوب 10-40 بس الموتور ده للسياخ الجديد، يا باشا هات 20-50، ده بتاع 20-50. الكتالوج ده القديم بتاع الكتينه، فالكتالوجات ما بتتغيرش وما بحطوا اي كلام وخلاص. الشعبي غير المكن الفئه المتوسطه. ما ينفعش بقى واحد راكب بنيلي او زونتوس ويجي يقول لك، او مثلا اباتشي، ويجي يقول لك ايه، انا هحط 20-50 عشان احنا في الصيف. هو بمزاجك؟ لا، في خلوصات جوه الموتور، في هندسه شغاله. فانت تجيب الزيت اللي مكتوب في الكتالوج في الصيف وفي الشتاء. احيانا في كتالوج بيخلف اللزوجه، يقول لك في الصيف هتستخدم كذا وفي الشتاء هتستخدم كذا. انا معاك، في كتالوجات كده بيكون المصنع عامل حساب الخلوص في الصيف وفي الشتاء. لكن في موتوسيكلات لا، هو اللزوجه ثابته صيف وشتاء، فلازم تعتمد الكتالوج وتعرف المكنه نوعها ايه. طبعا احنا عاملين على القناه جميع انواع الموتوسيكلات بالزيوت باللزوجات بكل حاجه عنها بمواصفاتها، فلو عايز اي حاجه حتى لو الموتوسيكل بتاعك الاصدار بتاعه مش موجود قول لي وانا اعمل لك فيديو عليه باللزوجه بالتليين بكل حاجه بطريقه المشي كمان. تمام؟ يبقى انضف زيت عشان نلخص الليله كلها. افضل زيت في السوق لو جبت المكن الشعبي نص تخليقي او معدني، ما تجيبش تخليقي كامل، نص تخليقي او معدني. الشركه مش هقول لك اسمها، هات القريب منك. يعني ما ينفعش اقول لك هات شركه وتلف عليها مصر، لا،
هات القريب منك، بس يكون مصدر مضمون وموثوق فيه، تمام. وما تحرقش الزيت قوي، يعني ما تقرصش عليه خصوصا في الصيف، عشان التبريد بتاع الموتوسيكل مش موجود اصلا، الهواء اللي جاي يبرده هو جاي صهد اصلا، تمام. الفئه المتوسطه والعاليه امشي على الكتالوج 10 40 تخليقي كامل، ما ينفعش احط معدني، ممكن نص تخليقي، لكن معدني مستحيل. ليه؟ لان هو الكتالوج بيقول كده، لان عندك تبريد ميه، فهو اصلا بيبرد و100 100 وشغال رادياتير والدنيا شغاله وحلوه، فانت هتمشي 10 40 صيف او شتاء حسب الكتالوج، تمام. يبقى ده افضل زيت. اهم حاجه المصدر بتاعه، المصدر بتاع الزيت وتغيير الزيت. وطبعا لسه بقى في فيديوهات كامله ازاي تغير الزيت صح والكلام ده ان شاء الله. الناس طلبت سلسله حلوه عن الزيت، عشان بس ما اطولش عليك الفيديو. اهم حاجه بالله عليك اهتم بالزيت، لان والله العظيم بزعل لما افك موتور زيرو، يعني بيبقى صعبان عليا راجل لسه جايب المكنه زيرو والموتور لسه زيرو، وانا احله فوق وتحت، او مثلا فوق بس عشان البستم او عشان الشواكيش او الكلام ده قفشت. ليه؟ لان ريحه الزيت باين ان هو محروق، الزيت جاي مضروب. فنصيحه لله خلي بالك من الزيت، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم.